ازيكم يا شباب، يا رب دايما تكونوا بخير. وعيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين. وبما اني بقالي فتره كبيره جدا ما لعبتش ارانجل ولا فايضت فيها، فهننزل النهارده ندردغ الدنيا يا جدعان في ارانجل مع شويه شروحات مع تريكات بسيطه تقدر تفيدك في اي موقف صعب. بس اهم حاجه عندي، لو انت بتشاهد الفيديو من بره فانصحك تنكر على الفيديو وتشاهده مشاهده كامله او تشاهده بالعرض زي ما انت حابب، ومشاهده ممتعه. اوكي، خلينا نبدا في عماير سكول الاول، وركز بقى على العيال اللي بتلعب على الصوت دي. هنا انا سمعت واحد طالع من العربيه داخل عليا، فاستخدم الاسلوب ده في التبييج. مكان وحش جدا فلازم اغير مكاني. في الحالة اللي زي دي هو معاه سلاح اقوى منك فلازم تسحبه. هنا انا هروح افتح الباب واخش من الشباك التاني. انا كده تقريبا سحبتهم فالف لهم من الناحية التانية. دايما خدها قاعدة، من قبل ما تشوف الخصم اضرب الطلق. انا عايز اقولك ان هو كان ممكن يجيبني لو انا مش معايا طلق، انما هو طلع بحكمة ربنا وجبت اقوى سلاح معايا في اللعبة. طبعا هو بعد طق 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 ديت استحالة ان هو يبش ولا يبص لي حتى، فلازم اكون ابرد منه. هو هنا حرفيا خضني خضة، انا معرفش ان معاه سلاح اصلا شوت. انا عارف ان الفايت طول بس هو هيبوش خلاص، هانت يا جدعان. لو اللي فوق ده مش صاحبه فانا لازم اركز ان انا اطلع بوش او اخد القرار ان انا اطلع بوش عليه، لان هو كده هيتسحل بين اللي فوق واللي تحت، فلازم اعرف هل هو صاحبه ولا لا. هنا انا هستغل الفرصه واطلع له. مادام هو رجع خطوه لورا فلازم افاجئه بجنب هو مش متوقع. وبعتذر ان الفايت طويل بس هما خنازير او هما بيخافوا على تقييمهم الجديد بتاعهم. خش على اللي بعده. طيب على ما الجمل يوصل عصر تصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم واذكر الله لا اله الا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب هنا قابلني دو فول لوت، يعني دول ملوتين دروبين مش دروب واحد. انا جربت ارمي نيت بس للاسف ما اعرفش ايه اللي حصل، راحت نازله على الارض تاني. هطلع امسك دور اول. تعمل ايه لو الخصم هو اللي بدأ البيري فاير؟ بكل بساطة هسحب الجيستيك لورا وهضرب مع تبيكة خفيفة. التاني مستعجل وعايز يطلع قبل ما افنش انت بتعمل ايه؟ كنت موت مش عايزني افنشك. ياه، الواحد بقى يجرب سكوب 4 على المسافات البعيدة، الحاجات اللي كان محروم منها في ليفك دي.
لو اللين ما ظبطش عندك من اول مره، حاول تمسك الموبايل بشكل افضل او بطريقه احسن، بحيث ان اللين ثبات ايمك على حسب طريقه مسكتك للموبايل مش الحساسيه بس. اوكي دو بوتات. طيب جبت الباقي بشكل بسيط، شكل اللي هو ما يتشرحش يعني، وفاضل اخر 3 في الجيم. غلطت غلطة كبيرة قوي ان انا طلعت بالمنظر ده. لقيته ماشي ومكمل لحد الكفر اللي قصادي، اباك شمال غلط. زي ما انت شايف ضربت وماشي معاه ماشي البوتات. رميت سموك بحس ان انا شتته واعرفه ان انا في حتة تانية عكس اللي انا رايحها. حبيت ان انا اهزر معاه لان هو كان اخر واحد، وانا بصراحة احب اهزر مع اخر اتنين او اخر واحد، يعني الجيم بيبقى مسلي بالمرة. بس يا سيدي عجبك الفيديو لايك جميل، اشترك في القناة وانت جديد. سلام.